نرجع للموضوع اللي هو جدا مهم، اللي هي قضية الآن متفاعلة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. واحد من الأطباء قام ببث عبر برنامج التيك توك، عادي براحته، لكن المو عادي والمو طبيعي جدا أنه قام ببث عملية جراحية عبر البث المباشر بهذا التطبيق، تطبيق التيك توك. تصرف غير موفق، انتهاك لخصوصية المريض، عدم احترام للمريض، هاي منتهين منها خصوصيته، حياته. يعني هو مسلمك روحه، شخص بعد واحد شلون يقدر يأمن ويثق؟ شخص مسلمك روحه، تجي انت تعرضه قدام الناس، قدام الخلق كله عبر برنامج التيك توك او البرامج الاخرى لنفترض. زين، انت هنا لا احترمته ولا احترمت اهله. القضية جدا يعني صاير اكو سخط رهيب تجاه هذا الموضوع. مواقع التواصل الاجتماعي ايضا هي لها شروط ولها قواعد. المهنة ايضا، وين احترامك لمهنتك يا حضرة الدكتور، يا حضرة الطبيب؟ مو لازم تلتزم بيها؟ الموضوع هذا اليوم كلش صاير يعني اثار استهجان واستنكار شديد. ما توقعنا انه توصل الامور بهذه الشريحة المثقفة اللي احنا بنتمرض نروح لهم. ليش؟ لأنه نثق بعد الله سبحانه وتعالى أنه هم يكونون سبب لشفائنا، فأنت تكون سبب لفضيحة للأسف الشديد. زين، طبعا هي هذه الحالة حالة وحدة، بس شوف ايش قد انعكست على الآخرين وايش قد أعطت صورة للأسف الشديد. ناخذ عبر الهاتف الكاتب والإعلامي